حبايبنا مشتركين طبعا. هنطلع دلوقتي نشوف الزغاليل بتاعتنا بفضل الله، الخير اللي ربنا بعته لنا، ونبص على الحمام بتاعنا. ده بعض الحمام اللي عندنا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي في العشه الكبيره بتاعتنا، وده التراب بتاعنا. الناس اللي ما شافتش التراب وبتقول التراب بتاعك فين، ده التراب بتاعنا بفضل الله. تمام. وعندنا الابطال بتوعنا همت. يلا بينا نخش كده على العشه بتاعتنا الجميله، طبعا اللي فيها الخير كله بفضل الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا احنا دلوقتي هنخش بفضل الله وكرمه، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنبص على الحمام بتاعنا بفضل الله والخير اللي ربنا بعته لنا. طبعا انتوا معانا رقم واحد في الغيه، اخواتنا وحبايبنا. طبعا ده بعض الحمام اللي عندنا بفضل الله، الحمام الشغال. ودي الغيه بتاعتنا يا جماعه بفضل الله. نجمد بس على الباب كده عشان في حمام مطرش هنا يكون يضيع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي زغلول اهوت. طبعا الحصوه الثانيه اللي كانت معاه طلعت بايظه، تمام، ما كانتش معمره، يعني بمعنى اصح ما كانتش معمره. طبعا قلنا دلوقتي نطلع نشوف بقى الخير اللي عندنا والحاجه. طبعا ده حصوه فكه يا جماعه اهيت، تمام. ده حصوه كانت فكه طبعا عندنا. بسم الله ما شاء الله. ايه مالك يا بسم الله ما شاء الله. انا قلت ده فطسان ولا حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ادي الزغاليل بتاعتنا يا جماعه والخير، بسم الله ما شاء الله. الزغاليل واكله بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه احنا قافلين الباب. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. طبعا دول لسه الزغلول ده لسه، الزغاليل دي طالعه النهارده الصبح، الزغاليل دي طالعه النهارده الصبح يا جماعه. طبعا احنا نسيبهم علشان ما نخوفهاش وتنام عليهم تدفيهم، تمام، تنام عليهم تدفيهم. الله اكبر. حنية الحمام يا جماعه، حنية الحمام بسم الله ما شاء الله. البلاك بقى من عشاق الحمام والتوب اللي انا بحبه. البلاك من الحمام الحنين، الحمام اللي انا بحبه اصلا في الغيه بتاعتنا بفضل الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تنساش اللايك لو اول مره تشوفنا دلوقتي، كومنت الحلو بتاعك. طبعا انا قلت ان انا اطلع ابص على الزغاليل بتاعتنا والخير اللي ربنا بعته لنا يا جماعه. طبعا الموسم بدا والخير بدا وكل حاجه بفضل الله بدات. الناس اللي مستعجله وبتقول حمام ما حصلش، احنا قلنا تستعجلش على حمامك، في بعض الحمام في فتره قلش يا جماعه، فاصبر على حمامك، حمامك هيشتغل وهتبقى الدنيا معاك جميله ان شاء الله، تمام. اصبر وسيب حمامك يحص براحته ويكمل ريش وتبقى الدنيا تمام وان شاء الله يشتغل. فطبعا قلنا كده نبص نشوف قدامهم ميه ولا لا، ولا علف ولا لا بفضل الله، تمام، والتحديق والكلام ده كله، الحاجات دي اساسيه. وحبيت ان انا اصور لكم الفيديو دوت من قلب الغيه بتاعتنا، زي ما الناس طلبت، الناس اللي طلبت ان احنا نصور الحمام وهو مطلع زغاليل يا جماعه. وفي بعض الناس قالوا لي يا عم محمد ما تصورش الحمام وهو مطلع زغاليل عشان الزغاليل بتموت والكلام ده كله. يا جماعه طبعا دي حاجه بتاعت ربنا، اخواتنا وحبايبنا متابعينا اللي موجودين معانا ناس شبعانه بسم الله ما شاء الله، ناس محترمه، ما بنخبيش عنهم اي حاجه بفضل الله. الحمام اللي بيطلع عندنا بنقول عليه، الحمام اللي ما بيطلعش بنقول عليه، الحمام اللي بيحصي والدنيا تمام بنقول عليه، الحمام اللي بنبيعه وعارضينه للبيع بنقول عليه برضه، والحمامه المظبوطه بنبيعها. الحمامه اللي مش كويسه وما هيش جايه معانا سكه ما بنبيعهاش وبنسيبها، تمام، ما بنبيعهاش وبنسيبها لنا عشان برضه للامانه، للامانه يا جماعه. طبعا الحمامه ديت خايفه، فاحنا نحاول ان احنا ايه، حمامه حنينه بسم الله ما شاء الله، بس طبعا خايفه مننا دلوقتي، فاحنا هنسيبها كده عشان تروح لاولادها، نسيبها عشان تروح لاولادها. بسم الله ما شاء الله راحت اهيت كده، هتنام على الزغاليل. الزغاليل دي فكه النهارده بفضل الله، الزغاليل دي فكه النهارده، حصى فكك النهارده. الحصوه دي بتاعتهم من ضمن الحصوايه اللي فكه بفضل الله. طبعا القفص ده بتاع العصفوره، عشان الناس اللي كانت بتسالنا على القفص دوت، القفص ده بتاع العصفوره يا جماعه اللي احنا طبعا بعناه. طبعا استاذ مازن هو اللي حاططها هنا. فده بعض الحمام يا جماعه اللي موجود عندنا. اصبر على حمامك يا غاوي، اصبر على حمامك يا غاوي، ما تستعجلش وتقول الحمام ما بحصيش ليه، ما تستعجلش وتقول الحمام ما بيحصيش ليه. الحمام بتاعك هيحصي وهيشتغل وهتبقى الدنيا معاك تمام وجميله وكل حاجه، بس تصبر
اصبر على حمامك لحد ما يحصي. طبعا الحديديه ام ريشه بيضه طبعا عارفينها، واخواتنا اللي متابعينا طبعا عارفين الكلام ده، وعارفين الحمامه ديت عملت معايا ايه. قلب في الفيديوهات وانت هتعرف كل حاجه وهتشوف على الطبيعه. زي ما الناس طلبت مني ان انا اخش اوريهم الزغاليل، انت ما بتصورش الزغاليل بتاعتك ليه يا عم محمد؟ الزغاليل يا جماعه الحمام كان مريح، والحمام حصى بفضل الله، وانا ما بخبيش عنكم حاجه، ما بخبيش عنكم حاجه. الحمام انت قافل عليه يا عم محمد؟ ايوه انا قافل على الحمام فعلا، قافل على الحمام فعلا، ما بطيرش بقالي فتره، ما بطيرش بقالي فتره كبيره جدا عشان لظروف شغلي، وطبعا الوقت الفراغ اللي ببقى موجود فيه في البيت بطلع للحمام. وزي ما انتم شايفين كده، تشوف الحمام بنحط تحديق للحمام، بنراعي الحمام، حمامنا محتاج علاج، محتاج اي حاجه، حمامه تعبانه، حمامه كده لازم نشيلها نعزلها فورا. طبعا ما تستناش لما المرض يخش في قلب الغيط. تغيير الجو اليومين دول برضه بيموت حمام كتير، وبيسبب روشه، بيسبب روشه للحمام، وفي عندك سالمونيلا بتموت الحمام. فانت حاول انك ما توصلش للكلام ده كله. ما توصلش للكلام ده كله ازاي يا عم محمد؟ اول حاجه نظافتك للمكان، التهويه الجيده، الشمس تخش الغيه بتاعتك زي ما انتم شايفين كده. الشمس بتخش هنا عندنا اهيت بفضل الله، الشمس بتخش. طبعا انا بنش الحمام كده بدخله جوه عشان ما يطرش، علشان انا ما بطيرش بقالي فتره، لان انا جايب حمام هنا ما طرش قبل كده، انا جايب حمام هنا ما طرش قبل كده. فطبعا الحمامه اللي هتفلق دلوقتي وتطلع من الباب يبقى كده ربنا يعوض علينا، مش هترجع تاني. في حمام انا كنت شاريه مش بتاعي مع الحمام دوت، في حمام انا كنت شاريه، كنت موقف ستوك في العشه الثانيه، العشه الكبيره اللي فيها التراب ديت، كنت موقفه هناك، فانا جبتهم هنا عشان يفرخوا هنا. تمام، قلنا نوسع على نفسنا كده، ما نضيقش على نفسنا، طالما في مكان نوسع لنفسنا بفضل الله. وزي ما زياد وعبد الله وابراهيم طلبوا مننا وبعتوا لي على الخاص ان انا اصور لهم الزغاليل، انا حبيت ان انا اصور لكم الزغاليل. ما اقدرش اتخلى عن حبايبي واكسر لهم كلمه. طلبوا ان احنا نصور الزغاليل اللبه والزغاليل اللي موجود اللي عندنا والحصى والكلام ده كله، بفضل الله صورنا، ما بنخبيش عنكم حاجه. فلو انت اول مره تشوفنا دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، واللايك الجميل بتاعك، والكومنت، والشير الحلو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا بنرحب باخواتنا المشتركين الجدد، وطبعا فرحتنا الكبيره بوصول 3000 مشترك. طبعا في الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله عادت كلها حاجات بسيطه ونوصل لل 3000 مشترك اخ واخت موجودين معانا في القناه. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص عشان ما نطولش على حبايبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.